أعزائي، الريال بيوصل لنهائي كاس ملك اسبانيا بعد ماتش مجنون حرفيا قدام ريال سوسيداد. معلش انت كمشجع للريال اكيد انت مش فاهم ايه اللي بيحصل، وحتى لو انت مشجع ما بتحبش الريال مستحيل تكون فاهم ايه اللي بيحصل. ومعلش يعني لو جبت اي حد في الكوكب مش هيعرف يشرح لك الريال بيعمل ايه او حتى الريال عايز ايه. هو ماتش مجنون حرفيا. برشلونة بيهزم اتلتيكو مدريد في ملعب الواندا متروبوليتانو علشان خاطر يقابل الريال في النهائي، وده يعني الاول مرة من 11 سنة، يعني كلاسيكو في نهائي تاني في نفس الموسم، فربنا يستر. وفي الدوري الانجليزي ليفربول لسه بيحافظ على صدارة الدوري وبيكسب ايفرتون في ديربي الميرسيسايد، وإيلانجا لاعب مانشستر يونايتد سابقا بينتقم من الفريق، وكالعادة ابننا المصري عمر مرموش بدأ مسيرة الانفجار مع السيتي، وجماهير باير ليفركوزن غضبانة بشكل كبير على تشابي الونسو اللي خرج مع باير ليفركوزن من كاس المانيا على فريق بيلعب في الدرجة الثالثة. وفي ايطاليا انتر ميلان بيفرض التعادل على اي سي ميلان، والحسم بيتأجل لماتش العودة الاسبوع اللي جاي. يعني سريعا هنتكلم عن اهم الاحداث اللي حصلت، بس يعني قبل ما نبتدي انزل كسر زر اللايك ببلاش، والاشتراك برضو ببلاش، شكد عليك تفعل زر الجرس عشان خاطر يوصلك اي فيديو جديد. يلا بينا خلينا كده نبتدي مع كاس ملك اسبانيا، وبالاخص مع الريال اللي بيتأهل للنهائي بعد التعادل مع ريال سوسيداد 4-4 في ماتش مجنون حرفيا. ماتش شفنا فيه 8 اهداف واشواط اضافيه و120 دقيقه. كارلو انشيلوتي كالعاده هيجلط كل جمهور الريال وحتى كمان اللي ما بيشجعش الريال. للاسف قراراته الغلط وكميه الاخطاء الكتيره واللي حتى ما بيحاولش ان هو يعالجها، فخلى مستوى الريال في اواخر الماتشات من مستوى سيء لاسوأ. حرفيا كل الفرق بتلعب عليه كوره وبتكون افضل منه في الملعب، وهو واقف على الخط مش عارف حتى يعمل ايه. طبعا الريال جاي من فوز صعب على ملعبه قدام ليجانيس في الدوري، ده غير كمان ان مدرب ريال سوسيداد كان بيتوعد الريال قبل الماتش وبيقول ان هو هيعمل ريمونتادا علينا ويتأهل كمان للنهائي، وده يعني في سانتياغو برنابيو. وطبعا مع كل التصريحات دي ما شفناش اي ردة فعل من الريال ولا حتى من كارلو انشيلوتي، بل بالعكس الريال كان على وشك ان هو يخرج. لولا ستر ربنا ولولا برضو الحاجات اللي احنا كلنا مش فاهمينها الريال بيصعد. المفروض ابسط حاجة بعد كمية التصريحات دي تحفز فرقتك وتخليهم ياكلوا الاخضر واليابس وتنزل تدوس عليهم في ارض الملعب، بس للاسف انشيلوتي ما بيعملش كده. ضيف على كده كمان التشكيل السيء جدا اللي كان بادئ بيه الماتش. يا عم انشيلوتي، فاسكيتس اصلا طول عمره جناح، من امتى بقى ظهير؟ وحتى وهو ظهير انت عارف ان هو دايما بيعمل لك كوارث، فبرضه مصمم تلعب بيه ظهير ايمن. معلش برضه ديفيد ألابا اللي لسه راجع من صليبي وحرفيا ناسي الكوره، ده يعني كان ناسيها اصلا قبل الرباط الصليبي، فتلعبوا على حساب روديجير. ده ضيف على كده كمان كامافينجا اللي هو اساسه لاعب خط وسط ولعبته باك شمال ساعه الحاجه، اللي هو بالاصح كده وانت مضطر لما ما كانش فيه مندي ولا حتى فيران جارسيا تروح تلعبه برضه ظهير ايسر. ما هو معلش الحاجات دي برضه مش مفهومه، ومعلش برضه ده مش طقم مدافعين، والله العظيم ده طقم حلل. وطبعا كانت نتيجه لده الريال بيدخل فيه 4 اهداف من فريق معلش ما سجلش في الليجا كلها غير 27 هدف بس من 29 ماتش. والله العظيم دفاع ملط. ديفيد ألابا ما شاء الله بجد بيسجل هدفين في نفسه، كان ناقصك واحد ها وتاخد الكرة معاك وانت ماشي. فاسكيتس كالعاده بيسيب شوارع وراه وبيجي من ناحيته الهدف الاول، وكامافينجا بيتمسح بيه الملعب، ولونين بيقدم واحده من اسوأ الماتشات ليه من ساعه ما جه الريال. فيعني ربنا يستر على طقم الحلل لحد نهايه الموسم. سيبك بقى من طقم الحلل خالص ده وهات لي اندريك الظاهره الجديده اللي بيسجل حته هدف عالمي ما بنشوفوش غير من اللاعبين الكبار بس، ودي تحط تحتها 100 خط. اندريك لسه عنده 19 سنه وفي كره الهدف عرف يهرب من المدافعين بشكل كويس، ده غير الانهاء العالمي اللي ما بيطلعش غير من اللاعبين الكبار، لوب من فوق الحارس بطريقه عالميه. ده طبعا غير الباكورد اللي هو عمله والكره عدت من جنب العارضه. وعايز اقول لك بالمناسبه الكره دي لو كانت جت كان هيبقى واحده من اجمل اهداف الموسم. دايما اندريك بيعمل حاجات غير متوقعه، وحاليا هو هداف الفريق في الكاس. وللعلم برضه هو اول لاعب يسجل لريال مدريد 5 اهداف في الكاس، ده يعني بعد الاسطوره كريستيانو رونالدو في موسم 2013. الفكره ان كارلو انشيلوتي حب يكافئ اندريك على مجهوده الكبير، فحب ان هو يخرجه اول لاعب، وده يعني في الدقيقه 60، ونزل مكانه الظاهره كيليان امبابي اللي ضيع انفراد، اكيد الانفراد اللي كان في الشوط الاضافي الاول لما سبق فيني وراح على الجول وحب يرقص تاني ولا منه شاط ولا حتى لعب الباص لابراهيم دياز اللي كان بالنسبه له يعتبر الجون فاضي. احيانا بيطلع منك بعض القرارات بتبقى سيئه جدا، فيعني اتمنى مع الوقت امبابي يعالج النقطه دي، لان دايما القرار الصح هينتج عنه نتيجه ايجابيه في ارض الملعب. طبعا بيلينجهام كان افضل لاعب
في الماتش سجل الريال الهدف الثاني، وده يعني لانه كان في وقت مهم جدا. ريال سوسيداد ساعتها كان متقدم 3-1 وبكده مجموع الماتشين كان هيبقى 3-2. فساعتها لما سجل بيلينجهام كان محافظ على امال الريال ان هو يلعب اشواط اضافيه. بيلينجهام حرفيا كان موجود في كل الملعب، بيدافع وبيهاجم وبيقطع، وكان بيكسب كل الثنائيات اللي هو بيدخلها. طبعا فيني بيقدم واحده من اجمل ماتشاته. لا برضه معلش مش قادر افهم اجمل ماتشات ولا اغرب ماتشات، ما هو يعني كده كده فينيسيوس بحالات، بس يعني عادي صباح الفل. طبعا فينيسيوس صنع هدفين اجمل من بعض، وبالاخص الهدف الثاني اللي هو هدف بيلينجهام، رقص 2 لعيبه على الخط وعمل عرضيه نموذجيه وبناء عليها بيلينجهام سجل. ضيف على كده كمان انه للاسف ضيع انفراد صريح وكان حابب يرقص الجول جوه ال6 ياردة. انا بجد مش قادر افهم كان نفسه يعني يخش بيها جوه الجول ولا ايه النظام. في واحده من الاسلحه الجديده للريال ان هو سجل هدفين من كرات ثابته والمرتين عن طريق الركنيه، وطبعا السبب في ده اكيد المنفذين اللي بيلعبوا الكرات الثابته صح زي رودريجو واردا جولير. طبعا الكرات الثابته حل اساسي وكبير وممكن يخلص لك ماتشات معقده، والحل ده كارلو انشيلوتي ما اعتقدش ان هو بيفكر فيه، بس يعني الحمد لله ان هي مشيت. طبعا مع كل الكوارث دي الريال بيتاهل للنهائي علشان خاطر يقابل الغريم الازلي برشلونه اللي فاز على اتلتيكو مدريد 1-0 في ملعب الواندا متروبوليتانو، واحد من ارخم الملاعب اللي ممكن اي فريق يخش يلعب فيها، ده يعني الا برشلونه. طبعا سجل الهدف الوحيد الظاهره فيران توريس اللي حرفيا بيقدم موسم عظيم مع هانز فليك، ده غير يعني ان كل ماتش بينزل فيه تلاقيه بيسجل. انا عايز اقول لك ان هو لحد دلوقتي مع برشلونه مسجل 16 هدف وعامل 3 اسيستات، وبرضه هو هداف الفريق في الكاس في الرصيد 5 اهداف من اصل 4 ماتشات. بس يعني سيبك من فيران توريس وهات لي افضل موهبه في العالم، بل ممكن نقول معجزه العالم في الكوره، لامين يامال، اللي حرفيا انت عمرك ما تستوعب اللي لامين يامال بيعمله في الملعب من لاعب عنده 17 سنه. انت متخيل يعني 17 سنه؟ والله العظيم يا جماعه كان مهزق كل مدافعين اتلتيكو مدريد، اي حد بيجي قدامه بيترقص وهو اصلا مش حاسس. اضيف على كده كمان الاسيست العالمي اللي عامله لفيران توريس اللي ضرب بيه كل المدافعين، والمنظومه اللي عاملها دييجو سيميوني بمجرد تمريره واحده خلى فيران توريس قدام الجول. لامين يامال الموسم ده لحد دلوقتي مساهم ب 32 هدف، ده غير ان هو اكتر لاعب في الدوريات الخمسه الكبرى عامل مراوغات ناجحه. فيعني متخيل يعني ايه الارقام دي خارجه من لاعب عنده 17 سنه. طبعا كده كده برشلونه كان ممكن يخلص الماتش بنتيجه اكبر من دي، بس يعني رافينيا بيضيع كره سهله جدا اللي كانت في الدقيقه 56. من ناحيه ثانيه اتلتيكو مدريد ما عملش تسديده واحده على تشيزني طول ال 90 دقيقه. حرفيا برشلونه عرف يسيطر على الماتش دفاعيا وهجوميا. بشكل عام برشلونه الموسم ده فريق مرعب لدرجه ما تتوصفش. في الدوري لحد دلوقتي مسجلين 82 هدف، وده يعني في 29 ماتش، ولسه باقي 9 ماتشات في الدوري. وعايز اقول لك ان هو لو استمر بالمعدل ده هيكسر رقم ريال مدريد مع مورينيو في موسم 2012. ده يعني ساعتها الريال كان اكتر فريق في الدوريات الخمسه الكبرى كان مسجل اهداف في الوقت ده، وده يعني برصيد 121 هدف. برشلونه مع هانز فليك يقدر يكرر نفس الانجاز ده. برضه برشلونه مع هانز فليك متصدر ترتيب الدوري، ده غير ان هو وصل نهائي الكاس ومع الاسف كسبنا في السوبر، وفي ربع نهائي دوري الابطال هيلاعب بروسيا دورتموند، وبرضه هو اقوى خط هجوم في اوروبا. وعايز اقول لك ان هو الفريق الوحيد اللي ما خسرش ولا ماتش من بدايه 2025. طبعا النهائي يكون يوم 26 ابريل، وعايز اقول لك ان اخر مره الفرقتين اتقابلوا في النهائي ده في موسم 2014. الريال ساعتها كسب 2-1 بهدف جاريث بيل الشهير، جاريث بيل هروب. بس يعني المره دي الموضوع مختلف، برشلونه في افضل احواله والريال في اسوأ احواله. هانز فليك لحد دلوقتي ما خسرش ولا نهائي في تاريخ مسيرته. الضغط طبعا هو اللي هيكون على كارلو انشيلوتي وبالاخص من كل جماهير الريال. طبعا الجمهور مش هيستحمل اي خساره ثالثه بالذات من برشلونه، فيعني ربنا يستر. عايز اقول لك ان في انجلترا مفيش اي جديد وكل حاجه لسه زي ما هي. ليفربول لسه متصدر الدوري، وده يعني بعد فوزه على ايفرتون بهدف وحيد في الماتش دييجو جوتا. طبعا الايجيبشن كينج كان عامل اداء مش ولا بد، يعني حاجه احنا مش متعودين عليها وبالاخص الموسم ده، وده يعني لان للاسف ولا سجل ولا حتى صنع. انما ارسنال تاني الدوري فقدر ان هو يكسب فولهام 2-1 في ماتش عوده الجولدن بوي بوكايو ساكا، وده يعني بعد غياب شهرين، ده غير ان مع رجوعه هو اللي سجل هدف الفوز. لكن يعني المصيبه الاكبر كانت في اصابه المدافع جبريل اللي يعني بيقولوا ان هو هيغيب شهر كامل وبنسبه كبيره مش هيلعب ماتش الريال. ده ضيف على كده كمان اصابه تيمبر اللي برده مش هيلعب ماتش الريال. فيعني لما نشوف ارتيتا هيخترع لنا ايه جديد قدام الرباعي
الرباعي المرعب بتاع ريال مدريد. طبعا نوتنجهام فورست مفاجاه الموسم ده بيكسب مانشستر يونايتد 1-0 على ايد إيلانجا لاعب مانشستر يونايتد سابقا. طبعا خلاص بنسبه كبيره الدوري الانجليزي محسوم بالنسبه لليفربول، بس باقي الصراع على مقاعد دوري الابطال. طبعا ارسنال في المركز الثاني برصيد 61 نقطه، ويعني بفرق 12 نقطه ما بينه وبين ليفربول، والفرق ما بينه وبين نوتنجهام اللي هو في المركز الثالث 4 نقط بس. ده غير كمان ان مانشستر سيتي بيكسب ليستر سيتي 2-0 وبيصعد هو كمان للمركز الرابع. انا بس حابب اقول لك ان سيتي السنه دي بينافس استون فيلا وتشيلسي وكمان نيوكاسل وبرايتون، كل دول على المركز الرابع بس. الفرق بينه وما بين المركز الثامن اللي هو برايتون 4 نقط بس. يعني اي تعثر بالنسبه لمانشستر سيتي معناها الغياب عن دوري الابطال الموسم اللي جاي. طبعا في ماتش ليستر سيتي ابننا المصري عمر مرموش سجل فيه هدف، وطبعا بيثبت للبيب ان هو جاي علشان خاطر يلعب اساسي وانه لا غنى عنه من هنا لنهايه الموسم. عايز اقول لك ان عمر مرموش على مستوى الموسم ده شارك في 44 ماتش، وده يعني في مختلف البطولات، وعرف يساهم في 40 هدف، سجل 27 وصنع 13. بشكل عام الدوري الانجليزي الموسم ده يعتبر واحد من اقل النسخ يمكن في اخر 10 سنين. الدوري يعتبر محسوم من شهر مارس، وليفربول حرفيا مش لاقي اي منافسين. كل الفرق السنه دي في انجلترا بتعاني وعندهم مشاكل كبيره جدا، وليفربول فعلا ما كانش فريق مرعب زي ما بيقولوا عنه في بدايه الموسم. الفكره ان المنافسين ليه في انجلترا هم اللي كانوا اضعف منه بكتير، وده يعني عن السنين اللي فاتت، وبدليل ان باريس السنه دي قدر يطلعه من دور ال 16 من دوري الابطال ويعمل عليه ماتشين اجمل من بعض. فيعني مبروك ليفربول الدوري مبكرا. طبعا في ايطاليا ذهاب نص نهائي الكاس بيخلص بالتعادل ما بين اي سي ميلان وانتر ميلان بنتيجه 1-1. تامي ابراهام بيسجل الهدف الاول لاي سي ميلان في الدقيقه 47، وفي الدقيقه 67 التركي هاكان تشانهالوغلو هو اللي بيتعادل للانتر علشان ماتش العوده هو اللي هيحدد مين اللي هيوصل للنهائي. طبعا باير ليفركوزن حامل لقب كاس المانيا الموسم اللي فات بيودع السنه دي البطوله من نص النهائي بعد ما خسر من فريق ارمانيا بالفيلم بنتيجه 2-1. طبعا دي مفاجاه كبيره بالنسبه لتشابي الونسو اللي فيه اقاويل كتير بتقول ان هو مرشح ان هو يجي الريال، ده يعني في حال رحيل كارلو انشيلوتي. وبكده بنسبه كبيره ممكن باير ليفركوزن الموسم ده يطلع بموسم صفري. خرج من دوري الابطال على ايد بايرن ميونخ، ودلوقتي بيودع كاس المانيا، وفي الدوري هو في المركز الثاني، والفرق ما بينه وما بين بايرن ميونخ المتصدر 6 نقط. فيعني الموضوع هيبقى كارثي لو تشابي الونسو الموسم ده خرج بموسم صفري. بس بقى كده خلصت الحلقه. طبعا لو الفيديو عجبك شكل عليك لايك واشتراك، ونشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده. سلام عليكم.